مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. الحمد لله على السلامة. وقفت سنه واكلمك تاني. الله يسلمك. يا ماما انت واقفه جايه تقبضي عليا مثلا؟ لا انا شفتك وانت بتركن فقلت استقبلك. وانا عيل صغير يعني يا جنى؟ طب يعني ما انا هاجي هطلع استني جوه وانا هطلع يعني، مش انك انت تجري وتقفي لي كده يعني بتخضيني. انا اسفة معلش. طب ايه؟ ايه يا ماما؟ خش خد دش بسرعة عشان اعمل لك الاكل اللي انت بتحبه. ماشي يا جنى. اي اوامر تاني؟ في حاجات عايزه تكتبها لي؟ ففي لوحه كاتبه لي عليها كل طلباتك النهارده اعملها؟ انا بقول لك خش خد دش بس. ماشي. ايه يا حبيبي ما اكلتش ليه؟ لا اكلت الاكل حلو بس يعني وايه رأيك فيه؟ ايه الابتكار اللي فيه يعني؟ فراخ بانيه وبطاطس، اكلة اي بني ادمين لسه متجوزين يعني. المفروض احنا نبقى عندنا المرحله دي يعني عملت ايه جديد يعني؟ عندك حق ما عملتش حاجة. طب احكي لي انت عملت ايه في يومك النهارده؟ ولا حاجه، ما عملتش حاجه، كان يوم عادي يعني. طب تحب اجيب لك حاجة تشربها؟ لا مش عايز. طب ممكن تتكلم معايا؟ انت يا ماما مش شايفاني بعمل حاجه على الموبايل؟ يعني مش شايفاني بكلم صحابي على الموبايل؟ ماشي، ما انا سألتك سؤال انت رديت عليا وقفلت الكلام كده، يعني انا مش فاهمه. انا نفسي تكلمني زي ما بتكلم صحابك على الواتساب وتتكلم معاهم في التليفون. هو انت بتيجي تاكل تنام وتقوم تاني يوم الصبح تلبس موشح تنزل. كل يوم، موشح كل يوم، هنقعد كل يوم نفس الموضوع اللي نعيده ونزيده نعيده ونزيده. يلا اتخانقي بقى، يلا كلمت مين، رحت فين، شربت ايه، عملت ايه، الكلام ده صح؟ هو ده اللي انت عايزاني ارجع البيت افضل باصص لك علشان نفضل نتخانق نفس الخناقه صح؟ انا مش بتخانق على فكره، انا بقول لك عملت ايه النهارده في يومك. ما انا قلت لك ما عملتش. يعني ايه ما عملتش؟ نزلت من الصبح ما عملتش حاجه في اليوم؟ يعني انا نازل رايح بتقفل الشغل، ليه ايه اللي الكلام هعمله معايا؟ يعني؟ بشتغل. لا انت عايزه تخانقي وعايزه تنكدي، وانا ما بقتش بستحمل، مش بستحمل والله العظيم الهلك دوت، وبقيت بتضايق كتير. فاللي هو بصي مش طالباها بقى، انا داخل انام، مش عايزه اي دوشه بعد اذنك، عايز انام تعبان. ما تجيش تقعدي تتكلمي وتقولي لي في ايه. انا عايز انام، انا لما اصحى هبقى اصحى لوحدي اسمع بقيه الموشح. حبيبي والله انت زي القمر. يلا بقى عشان بجد، عشان انا خلاص يعني انا زهقت. انا لابسه بقالي ساعه قاعده مستنياك. يا ماما يلا طيب، يلا يلا هعمل ايه طيب؟ خلصت. يلا انت واقف بقالك هنا كتير يلا، قوي. يلا يلا يا بينا. جماعة. يلا. يلا يا عم كان والله يوم جامد قوي. طب اقفل 20 ثانية واكلمك تاني. ايه يا ماما؟ ها ايه رايك في لبسي؟ حلو كده؟ مع عادي يعني، ما ده اللي انت بتلبسيه كل يوم يعني. ماشي تمام. حلو يا عم، عادي يا عم، ابعت لي اللوكيشن وانا جاي لك دلوقتي يا عم، ما وريش حاجة يا عم، ابعت لي بس اللوكيشن وانا جاي لك دلوقتي. ماشي ماشي يلا. لوكيشن؟ انت رايح فين واحنا مش هنخرج؟ يا جنى ده انا رايح مشوار، بس صاحبي عطلان في الشارع هروح له واجي يعني. صاحبك ايه يا عبد الله؟ طب يعني هنبدأ كل مرة يا انا ولا يلا صاحبك انا يعني؟ ولا صاحبك؟ يعني ايه يا جنى انا ولا انت؟ ليه بتقارني نفسك بيه؟ هنبدأ نكد؟ هنقعد ننكد بقى نكد ايه؟ واحنا احنا المفروض خارجين. انت بقيتي بتعملي نكد كتير وبقيتي بتقرفيني. انا نازل يا جنى، انا نازل. انت مالك واقفه كده ليه؟ كويس ان انت جيت بدري. وايه الشنط اللي انت محضراها دي؟ ممكن نقعد نتكلم مع بعض بس 5 دقايق؟ طب ينفع ارتاح شويه وبعد كده نتكلم ولا لازم نتكلم؟ لا معلش 5 دقايق وهترتاح على طول. ماشي تعالى. بص يا ابن الناس، انا عارفه ان انت قاعد دلوقتي متقدر ومتضايق وزعلان ان انا قاعده بتكلم معاك، وطبعا عمال تقول في نفسك دي نكديه، دي مقرفه. بس معلش، من 5 دقايق بالظبط ممكن تسمعني 5 دقايق؟ معلش يا عبد الله، انت طول عمرك بتتكلم، ممكن تسيبني اتكلم انا دلوقتي؟ اتكلمي يا جنى. انت بتبقى الضحكه على وشك من هنا لهنا مع اصحابك، واول ما بتدخل البيت وافتح بقي انت وشك بيتقلب 180 درجه. اجي اتكلم معاك
افتح اي مواضيع معاك كاي بني ادمين عايشين مع بعض، ما بتبقاش طايقني، ما بتبقاش عايز تسمعني. يمكن اتعودت على وجودي، لكن انا عندك هنا زي اي حاجه موجوده في البيت. انت مش مديني اي اهتمام. مين قال لك كده؟ انا بحبك على فكره. ممكن تسمعني؟ الحب مش بالكلام يا عبد الله، الحب افعال. انك تقعد تتكلم معايا ده حب، انك تشاركني همومي ده حب، انك تسمعني لو بقول لك ضفري اتكسر وبشكي لك وبقول لك موجوعه ان ضفري اتكسر، ده حب، انك تقعد تسمعني. لكن انت ما بقتش طايقني، ما بقتش قادر تسمعني، ما بقتش قادر تعيش معايا. انت عيشتك كلها دلوقتي لاصحابك وخروجاتك وكل حاجه انت بتحبها بره. جوه البيت انا ما اعرفش انت بتبقى عامل كده ليه. فانا قررت يا ابن الناس ان انا هسيبك لاصحابك وهسيبك لحياتك اللي بتبقى مبسوط فيها، لان انا شايفه ان سعادتك مش في وجودي، سعادتك في ان انا ابعد لا عنك. بس انا بحبك على فكره. ما انا قلت لك الحب مش بالكلام. فمعلش يا عبد الله، انا قررت انسحب. انا مش قادره اكمل مع حد هو شايفني اباجوره موجوده في يا البيت. ماما انت اللي شايفه دوت، لا انت بالنسبه لي حاجه كبيره، ما تقوليش الكلام دوت. انا ممكن اكون قصرت معاكي وما خدتش بالي من حاجات كتيره في افعال بعملها معاكي، وحاجات كتيره ممكن تكون ضايقتك بس انا ما ركزتش فيها. بس مش ده اللي جوايا، انا اللي جوايا ليكي كتير. معلش متاخر يا عبد الله، متاخر قوي الكلام ده. بعد اذنك. جنى تعالي بس.